تعاون مرتقب بين مارفل، أديداس وريال مدريد ينتظر إعلان تعاون جديد يجمع بين شركة مارفل وأديداس ونادي ريال مدريد قريبا. فينيسيوس جونيور يحصل على تمثال شمعي في ريو، كشف متحف مدام توسو في مدينة ريو دي جانيرو عن تمثال شمعي خاص بالنجم فينيسيوس جونيور تكريما له. لأول مرة كاستيا يشارك في بطولة دولية إنجليزية. يشارك الفريق الرديف لنادي ريال مدريد كاستيا للمرة الأولى في بطولة كأس الدوري الإنجليزي الدولي، وهي بطولة تنظم تحت إشراف الدوري الإنجليزي الممتاز. ثلاثي ريال مدريد يقترب من التفكك في عام 2025 بعد هيمنة الثلاثي بيلينغهام، فينيسيوس ورودريغو على كرة القدم الأوروبية في عام 2024. قد يبقى بيلينغهام وحده في ريال مدريد عند إغلاق سوق الانتقالات القادم، إذ تشير التقارير إلى احتمال انتقال رودريغو إلى ليفربول، بينما تعثرت مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس. كيليان إمبابي عبر إنستغرام: سررت كثيرا بمشاركة غرفة الملابس معك هذا الموسم، كنت رائعا معي منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، أنت أسطورة داخل الملعب وخارجه في أفضل ناد في العالم، أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل. جاكوبو يقترب من مغادرة ريال مدريد هذا الصيف بسبب عدم وجود مكان له في الفريق الأول. يستعد جاكوبو للرحيل عن ريال مدريد خلال الصيف الحالي. نادي كومو يعد الأكثر اهتماما بضمه إلى جانب أندية ريال بيتيس، ليفانتي ورايو فايكانو. اللاعب لا يرغب في الاستمرار مع فريق كاستيا لموسم إضافي.